نحن الآن في قرية بانتيلونغ بمحافظة بيرن بإقليم آتش الإندونيسي، وعلى بعد نحو كيلومتر من الطريق الرئيسي الموصل بين المحافظات. جئنا إلى هنا مشيا على الأقدام لنصل إلى هذه النقطة. دمار واسع على امتداد هذا الطريق، مئات المنازل غمرتها المياه ودفنها الوحل الذي جلبته الفيضانات منذ نحو أسبوع. لكن الأمر اللافت في هذه القرية وفي عدد من القرى المجاورة، الأمر اللافت هو أن مياه الفيضانات القوية التي يصفها المواطنون هنا بأنها كانت أشبه بسونامي الجبل أو سونامي النهر وليس سونامي البحر، هذه الفيضانات جرفت معها قرى بأكملها. نتحدث عن مساحات واسعة في هذه المنطقة جرفتها المياه وجرفت معها المنازل، وبالتالي نتحدث عن اتساع عرض النهر، تهدم الجسور في تلك المنطقة، عشرات الجسور التي دمرت. وهذا ما يمكن أن يوضح لنا قوة هذا الفيضان وقوة مياهه التي حملت معها حطاما من الجبال وصخورا ووحلا وأخشابا. بالتالي كانت من القوة تختلف عن أي فيضان آخر. ربما هذا الفيضان كان متزامنا مع إعصار سينيار، وبالتالي الأمطار كانت غزيرة لعدة أيام بلا توقف. والأمر الذي كان لافتا بالنسبة للمواطنين أن هذه المياه ارتفعت أكثر من ارتفاع النهر بنحو 4 أمتار، وبالتالي الذين ليس لهم طابقا ثانيا أو طوابق متعددة في منازلهم وكانت منازلهم من طابق واحد، في الغالب إن لم يهربوا فإنهم في عداد القتلى. نتحدث عن مئات القتلى في هذه المنطقة، كارثة لم يكن يمكن أن توصف إلا أنها فعلا الكارثة الأصعب بالنسبة لسكان هذه المنطقة التي كانت بعيدة عن السونامي قبل 20 عاما، وبالتالي هي كارثة أصعب وأقسى مما يمكن أن تتوقعه